بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. القصة النهاردة بجد مؤثرة جدا. هنخش في الموضوع على طول ونقول إن واحد ميسور الحال اللي هو إيه في الطبقة اللي فوق المتوسطة يعني. الراجل ده جه في يوم، هو متجوز طبعا، فجه في يوم الشاشة اللي عنده، الشاشة آه، حصل فيها حاجة فخلاها ما تشتغلش. فاتصل بالشركة وكده وقال لهم المشوار كذا كذا، وقالوا له ده تكلفة تصليح الشاشة دي هتتكلف 1300 جنيه. فالشاشة دي كانت 40 بوصة. قال فقال ايه بقى هو؟ طب ما انا بدل ما اصلح وبعد كده ترجع تبوظ تاني، هركنها واجيب واحدة غيرها. وبالفعل راح اشترى واحدة تانية اكبر منها، ربنا كرمه واشترى واحدة تانية اكبر منها يعني. المهم، روح يا ايام وتعالي يا ايام، وتيجي حماته التلفزيون اللي عندها باظ، فاللي هي ايه مش عايزه تصلحه وعايزه تجيب شاشه جديده وما مش في مقدرتها يعني. فلما مراته بتكلمه بتقول له انا والدتي عايزه عايزين نجيب لها شاشه وكده. قال لها الله، طب ما احنا عندنا الشاشه ال 40 ما نصلحها وناخدها نوديها لها، ولا تشتري ولا تعمل يا ستي. قالت له والله عندك حق، انا موافقه. فقال ايه انا هجرب اصلح الشاشه دي عند واحد بتاع صيانه مش في التوكيل. فتعالى شيل الشاشه وروح بيها، امشي الشارع بتاع الصيانه في الشارع التاني المقابل للشارع اللي هو ساكن فيه. فتعالى شيل الشاشه انت وانزل وامشي الشارع ده كله ولف وخش ايه الشارع التاني وروح للراجل بتاع الصيانه. فدخل له قال له لو سمحت الشاشه فيها كذا كذا وعايز اعرف هتتصلح بكام. قال له الشاشه دي هتعمل 1200. قال له 1200 والتوكيل بيقول لي 1300، يبقى انا اوديها التوكيل احسن. قال له طب ما انا هوديها لك توكيل. قال له ايوه بس انت هتوديها لي توكيل غير التوكيل بتاع الشاشه نفسها، فانا اوديها التوكيل احسن. قال له بقول لك ايه، انا هاخد منك 1000 جنيه، موافق؟ قال له خلاص يا عم موافق. قدامك قد ايه؟ قال له قدامي ساعه زمن. قال له طيب انا هروح مستشفى هنا عشان انا رايح اكشف وحاجز في مستشفى خاصه، فهروح اخلص الكشف بتاعي وارجع اخد منك الشاشه واديك بقيه فلوسك. انت عايز كام دلوقتي؟ قال له لو هات اي حاجه. قال له طب خد 400 جنيه اهم، والباقي لما اجي ايه هديهم لك. قال له اتفقنا. اخد بعض الراجل وقام رايح على المستشفى الخاصه. وخدوا بالكم من حته المستشفى الخاصه دي. راح الراجل وقاعد مستني الدور بتاعه. وهو قاعد واحد دخل بيجري وشايل ولد صغير على ايده وطالع يجري، والولد دم سايح من وشه وايه وملهوف. ويا جماعه فين الطوارئ فين الطوارئ؟ فشاوروا له على الطوارئ، الطوارئ واقف. فدخل يجري الراجل على الطوارئ ودخل بابنه. بعديه مفيش بدقيقه واحده لقينا ايه واحده لبسها متبهدل كانه مليان طينه وماشيه حافيه وبتجري. ابني فين ابني فين؟ قالوا لها ابنك مين يا ستي؟ قالت لهم ابني جوزي شايله على ايده وعمل وقع فاتخبط وكده، فهو فين؟ قالوا لها في الطوارئ. طب خش الطوارئ. قامت داخله. بعد ما دخلت الطوارئ طلعت عماله تصوت يا لهوي يا لهوي، ايه يا ستي في ايه ابنك ماله؟ قالت لهم ده ابني علشان يعملوا له اشاعات عايزين 4000 جنيه. فين صاحب المستشفى؟ فين مدير المستشفى؟ وقعدت ايه تزعق وتلالي وعماله ايه عامله ايه دقه. بصراحه حقها 4000 جنيه مع ناس على قدهم، فالحكايه صعبه شويه. المهم، فبعدين صاحبنا ده قاعد مستني الدور فقام قال لها في ايه يا ستي؟ قالت له المشوار واحد اتنين تلاته وابني عايزين هيعملوا اشاعات وعايزين 4000 جنيه. هو صاحبنا بيتكلم مع الست ومدير المستشفى جه. في ايه يا جماعه؟ فصاحبنا ده بقى ايه لابق جدا في الكلام.
فبعدين بيقول له يا استاذي دلوقتي حضرتك دكتور، فهم طالبين 4000 جنيه. قال له ايوه حضرتك ده سيستم مستشفى ولازم يدفعوا ال 4000 جنيه. قال له بس حضرتك كده ما تبقاش دكتور، حضرتك كده تبقى جزار. قال له والله ده سيستم مستشفى واحنا مش هنقدر ان احنا نغير في سيستم المستشفى، واحنا ماشيين على حاجه يا جماعه مش هنقدر نغيرها، فمعلش بعد اذنكم لو الحاله هتستمر هنا يدفعوا ال 4000 جنيه، الحاله مش هتستمر ياخدوا، مش هيدفعوا ال 4000 جنيه، ياخدوا الحاله ويشوفوا اي مستشفى حكومي يعالجوها. قال له طب يا عم انت محتاج قد ايه؟ قال له محتاج 4000 جنيه. فطبعا هو في جيبه ايه؟ 1000 جنيه، بقيه الايه؟ الفلوس بتاعت الراجل. هو كان نازل كده كده اصلا في جيبه ال 1400 جنيه، 1300 للتوكيل، وال 1000 جنيه وال 100 جنيه اللي هي ايه مواصلاته وكده. فالمهم هو ايه في هو الفون قال له طب خد 1000 جنيه اهي واقبلوا الحاله لحد ما اوصل بس مشوار واجي لك تاني. فطبعا الناس اللي قاعده شايفين الموقف وشايفين حاله الست ام الولد وشايفين حاله الراجل ابو الولد، وصعب عليهم الموقف صعب يا جماعه. فطبعا قعدوا ايه يلموا من بعض وكده، فطلعوا 1000 جنيه تاني بقوا 2000 جنيه. قاموا مسلمين ال 2000 جنيه للحسابات، وقالوا يا جماعه ابداوا بس اسعافات اوليه للولد وبعد كده احنا هنشوف بقيه المبلغ. فصاحبنا اخد بعضه وراح. هو طبعا واقف مع الدكتور، بعد ما خلص معاه لقى ايه الراجل بتاع الصيانه بيتصل بيه. ايوه قال له انا الراجل بتاع الصيانه، خلصت لحضرتك التلفزيون، تعالى حضرتك استلم الشاشه بتاعتك. قال له طب انا جاي لك في السكه. فالراجل طلع وركب وراح عند البيت، دخل عند الراجل بتاع الصيانه، قال له انا دلوقتي آه، لقيت العيب اللي حضرتك قلت عليه مش موجود في الشاشه. قال له ما حضرتك لقيت ايه؟ قال له العيب اللي انت قلت عليه بيتكلف فعلا 1300 جنيه، انما العيب اللي انا لقيته في الشاشه بيتكلف بس 300 جنيه، فحضرتك اعطيني 400 جنيه، انت ليك 100 جنيه باقي معايا. تخيلوا. فقال له طب يا عم خلاص انت كده صلحت الشاشه وخدت ال 300 جنيه وال 100 جنيه هديه مني ليك على امانتك في شغلك. وقام واخد الشاشه 40 بوصه وشايلها وماشي. فرجع طلع من الشارع وبيلف الناحيه التانيه عشان يروح ايه الشارع بتاعه اللي في اخره بيته. فلاقي توك توك يطلع يجري وراه ويقول له يا عم اركب احنا مستعجلين. قال له اركب ايه يعني؟ قال له اركب انت شايل الشاشه على ايدك اركب. فقال له ماشي. فركب معاه فنزله قدام البيت، فقال له استناني بس اطلع الشاشه وانزل عشان انا عايز اروح المستشفى وهحاسبك. قال له لا اولا انا مش عايز منك فلوس، انا لقيتك ماشي بالشاشه والشاشه تقيله عليك فما رضيتش اخد منك فلوس وقلت اوصلك لله. قال له شكرا يا عم. فقام واخد بعضه مطلع الشاشه وقام نازل. راح حط بيقول ان هو راح عشان يصرف يطلع فلوس من المكنه عشان خاطر المشوار بتاع الولد الصغير. فبيقول انا رحت لقيت في زحمه رهيبه على المكنه. المهم ان انا واقف كده عمال افكر طب انا هعمل ايه؟ طب ده الولد دمه سايح وهم هناك مش عايزين يبداوا حاجات اي اشاعات معاه الا لما ندفع ال 4000 جنيه وكده. وبيبص فجاه لقى ايه تحس ان هو ايه في تلاتات مع بعضيهم على الخزنه، ثلاثه يمشوا مع بعض واثنين يمشوا مع بعض. الخزنه المكان اللي بيصرف منه المكنه الاي تي ام لقاها فاضيه سبحان الله. قام داخل وقام حاطط الكارت في المكنه وقام مطلع الفلوس وقام واخد بعضه وراح على المستشفى. راح على المستشفى فدخل للحسابات بقى، ما كلمش المدير، خلاص المدير راجع مكتبه. فدخل على الحسابات فبيقول لهم يا جماعه في ولد صغير هنا كنتوا انتوا عايزين منه 4000 جنيه عشان تبداوا ت... تعملوا له اشاعات وكده، وادي ايه ال 2000 جنيه المتبقين. قالوا لا ده احنا عايزين 16000 جنيه. قال لهم نعم. قالوا له احنا عايزين 16000 جنيه لان الولد عايزين نعمل له اشاعات مقطعيه واشاعات رنين وي 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 وي، فمش هينفع ان احنا ناخد اقل من 16000 جنيه. قال لهم طب ثواني بس. قام رافع سماعه التليفون وهو ليه اخت مراته شغاله في مستشفى حكومي
في المكان اللي قريب من البيت. فاتصل بمراته، قال لها اتصلي لي دلوقتي باختك عشان في المشوار معايا 1 2 3. فمراته اتصلت باختها وقالت لها المشوار واحد، قالت لها هاتي الولد دلوقتي وتعالي لي على المستشفى. قامت متصله بجوزها قالت له نفس الكلام، قالت له وانا نازله لك عشان اجي معاك. مراته قالت له انا نازله لك عشان اجي معاك. لسه يا جماعه في ناس ولاد حلال لغايه دلوقتي وبيعملوا خير. والله. المهم نزلت وراحت له المستشفى، قالت له هات الحاله. فدخل جاب الحاله، وقام طبعا عايزين نطلعوا بعربيه اسعاف من الخاص يروح بيها مستشفى عام، وعندنا هنا في مصر الكلام ده ممنوع. المهم قامت برضك اتصلت باختها تاني وركبوا اصلا الاسعاف، ركبوها من المستشفى الخاص وطلعوا بيها على المستشفى العام، وقفوهم على الباب في المستشفى العام. المهم دخلوا كلموا المدير وكده، فالمدير قال لهم خلاص يا جماعه دخلوا الحاله طالما الحاله مستعجله. فدخلوا الحاله. يشكر الراجل، دخل الولد عمل اشعه مقطعيه واشعه رنين وعمل فحوصات كامله وتحاليل كامله. لقوا ان الولد عنده بس شرخ، كسر شرخ في ضلع، ومجرد جلطه في الدماغ، وكسر في الرجل، وشويه كدمات صغيره كده. فقالوا لهم يا جماعه المشوار الرجل هتتجبس والصدر هيتجبس وبس مجرد شويه الكدمات دولت مع الادويه الولد ده هيبقى كويس، وطمنوهم ومفيش مشاكل. اخدوا كام بقى المستشفى العام؟ ولا جنيه. تعرفوا ان مستشفى عام في مصر حلوه قد ايه يا جماعه؟ بتسعف الفقير ازاي يا جماعه المستشفى العام؟ لما راحوا المستشفى الخاص شفتوا المبلغ والفرق، في فرق يا جماعه، ما دفعوش ولا جنيه. فبعدين اليوم ده كانت قرايب الست ام الولد موجودين عندها، هم من الارياف، فجم يزوروها وحصل اللي حصل، فما سابوهاش وطلعوا يجروا بيهم بالولد معاها، وما سابوهاش لغايه اما اطمنوا على الولد. فصاحبنا ده بيقول لهم يا جماعه طب ما تيجوا تباتوا عندنا والصبح خدوا بعضكم وامشوا. قالوا له لا والله احنا حاجزين والعربيه مستنيانا واحنا هنروح في العربيه، بس انتوا اللي تقولنا احنا مستنيينكم. والراجل اخد مراته ومشي. القصه جميله جدا، القصه جميله جدا، والعظه اللي فيها ان انت اذا انفقت لله والله مش هينقص من مالك شيء، بالعكس هيترد لك اضعاف مضاعفه، واذا كانش في الدنيا هتلاقيه في اخرتك. ما نقص مال من صدقه. وان كنت انا بنطقها صح بقى او غلط، انا في الفكر انتوا عارفين انا في الفكر مخارج الحروف عندي صعبه شويه. ما نقص مال من صدقه، يعني المال اللي انت بتنفقه في الصدقه ما بينقص، بيزيد عند الله عز وجل. والله زي ما انت بتقف جنب اي حد غريب انت ما تعرفوش زي الراجل الطيب ده، هتلاقي اللي يقف جنبك في محنتك ويساعدك وياخد بايدك. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. وعايز اقول لكم حاجة صغيرة بس، يا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة. انا نفسي بس الاقي مشتركين عشان نعرف نعمل حاجة عشان يوصلكم كل جديد. واعملوا لايك، اللايك سهل يعني. السلام عليكم.